يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. ايه يا عبد مجيد، بختك هيبقى عامل ايه النهارده؟ يا عم مجيد، كنت عايزة أتكلم معاك في موضوعك دي. موضوعك ده بخصوص ايه يعني؟ بخصوص النني. امم بختك يا ابو بخيت، هو احنا مش قلنا نبطل الدلع الماسخ بتاع البت دي؟ حاضر، نفطر ونشوف عايزه ايه. سلام عليكم. زي ما انت يا عم مجيد، ما تقومش. لا 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 طبعا ما يصحش. تعالى يا استاذ اشرف افطر معانا وبعدين اطلع شوف شغلك. سبقتك يا راجل يا محترم، قولي بس مين من السكان موجود. بص يا باشا، عندك الحاجه زينب موجوده، ولادها هم اللي كانوا عندها بس مشوا. وعندك الاستاذه منال موجوده، بنات اخر يوم امتحان النهارده. وعندك وعندي واحد كده صلحه وتوصى بالطحينه. صلي على النبي بس يا عم مجيد. انا كل اللي طالبه منك تقولي الناس اللي موجوده فين في العماره، واللي مش موجودين تقولي مش موجودين، ما تدخلنيش في تفاصيل. بس كده عيوننا حاضر. زي كل مرة يا سيدي، كلهم موجودين ما عدا شقة الدكتور أسامة، هي اللي مكفولة، لسه له مسافر في بلاد بره. وعندك مدام مهيتاب برضه سامعها متزربنة مع بنتها جيلان من شوية، ابقى خد بالك. وعندك دكتورة فريدة مع ابنها عمرو أهو. إيه واه، أستاذ أشرف رحت فين؟ عايزين نتكلم لحالي؟ سلام عليكم. صباح الخير يا حاجة زينب. ياه، ازيك يا أشرف؟ ما شفتكش من الشهر اللي فات. دي الكهرباء جايالك عالية قوي الشهر ده. تقولي بقى، كان عندي ولادي بس وخلاص مشي. دايما عامر بيحسك يا رب. انا اسف بس يا حاجة، معلش دي اول عمارة ادخلها ونسيت القلم بتاعي، لو بس في قلم بس معلش في السريع كده. يا نهار ابيض، عيوني بقى كده يا تيتا. حلو قوي كده. اتفضلي الايصال وشكرا على القلم. لا لا يا ابني خليه معاك، بقى هتكمل الشغل ازاي يعني؟ وتفضل الفلوس كمان مع القلم اهو. يا سلام عليك يا حاج. طب شكرا، سلام عليكم. هتوحشيني يا تيتا، مع السلامة. ازيك يا استاذه منال، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ازي حضرتك يا استاذ اشرف؟ الحمد لله. اتفضلي الايصال. طب ثانيه واحده اجيب لحضرتك الفلوس. يا بنات يا بنات، حد معاه فاكت 100 جنيه؟ بصي يا ماما، انا معايا 50 جنيه. طب حلو قوي، هاتيهم ويبقى عليا ليكي 250 يا حور. ايه ده 250 ده اللي هو ازاي يعني؟ مش النهارده اخر امتحان، واخر امتحان انا بزود لكم في المصروف عشان تظبطوا نفسكم كده يا بنات. يا ماما يا ريت يا ريت، لحسن البنات عايزين نروح ناكل في مطعم واو. لا 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 يا ماما، انسي الكلام اللي بنتك حنين بتقوله دي. انا هروح اظبط نفسي كده واشتري شويه حاجات انا عايزاها. استنوا يا بنات، عمكم اشرف واقف بره. انا مش فاهمه بس يا حنين، ايه حوار الاكل بتاع بره ده؟ جدع يا حور، تربيتي. أنا مش عايزة أحكي حاجة، لحسن المرة اللي فاتت عمو أشرف زعل مني لما قلت إن أنا فتان. مقصودش والله يا عمو، أنا بحكي لهم بس عشان يتعلموا. انا اسفه يا استاذ اشرف، البنات خدوني في الكلام. لا لا ولا يهمك، عادي. مش فاهمه والله يا استاذ اشرف، ليه خروجات البنات اتحولت كلها مره واحده كده الاكل؟ هو احنا مقصرين معاهم في اكل البيت مثلا؟ ولا يكونش البنات بتعوز تتمنظر قصاد بعضها بمين هتجيب اعلى طبق في المطعم ده، ومين هتروح تاكل مع فلان، ومين؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ وغير كده يا استاذه، كفايه الفلوس اللي شغالين سحب فيها اصلا عشان المواضيع دي. هم حاسين بحاجه؟ على رايك، ربنا يهديهم يا رب. امين يا رب العالمين. استاذنك انا بقى. تمام، اذنك معاك. ولسه عمو أشرف رايح يخبط على مدام مهيتاب، لقاها بتزعق لبنتها. ده كلام عم مجيد صح ولا ايه؟ لا بس برضه ما ينفعش اخبط لحسن يفتكروا اني كنت بتصنت ولا حاجه، او حتى البنت تتضايق. طب اعمل ايه؟ ما ايه رأيك يا عمو أشرف تتنحنح جامد ايه كده، وتعمل أكنك طالع السلم من أول وجديد، وهي يمكن تسمع. طب كويس، اهي سمعت وبطلت زعيق. انا مش فاهمه بجد، مالك؟ في اقل من يومين يا جيلان سحبه من البنك 5000 جنيه. ايه يا ماما، اكلت بره مع صحابي. هو انا مش قايله مره واحده بس في الاسبوع اكل من بره؟ انتي عارفه ال5000 جنيه دول كانوا ممكن نعمل بيهم ايه؟ ما تكبريش الموضوع بقى يا ماما، وانتي عارفه اني بحب اكل بره قوي وزهقت من اكل البيت. انتي انسانه مستهتره وعديمه المسؤوليه، كل ده عشان تبقي احسن من صحابك؟
تنزلي ستوريز زيهم على الانستا وتوري للناس انك اروش بنت؟ لا فوقي، مفيش مصروف للاكل لمدة اسبوع، وهتفطري قبل ما تنزلي من الموجود، حتى لو عيش وجبنة، عشان تتعلمي تزهقي من اكل البيت كويس. اكل البيت ده غيرك بيتمنى يشم ريحته بس. صباح الخير يا مدام مهتاب. صباح النور يا استاذ اشرف. ثواني بس هطلع لحضرتك الايصال، الشبكة عمالة بتروح. ما يلا يا استاذ اشرف، هستنى كتير. ما تستني انت يا استاذه، فيا بتزعلي عم اشرف كده ليه؟ ده يخصني. معلش يا عم اشرف، مسح فيا. حاضر يا استاذة، بروحة. طيب انا اسفه يا استاذ اشرف، بس بجد مش فاهمه بنتي هتفضل ماشيه ورا اصحابها كده لحد امتى؟ امتى هيكون ليها شخصيتها وتقول لا في الوقت المناسب؟ فاكر يا استاذ اشرف خروجات زمان لما كنا احنا كبنات نتجمع عند بعضنا، او نشتري ايس كريم ونقعد على البحر؟ وخروجة المطعم دي كانت بتبقى مرة واحدة كل شهر عشان بنراعي ظروف اهالينا. لكن دلوقتي بقت كل واحدة عايزة تبقى احسن من التانية. اتفضلي الايصال. شكرا يا استاذ اشرف، بعتذر لحضرتك مرة كمان. بنت حلال، كنت لسه هختم بيك يا دكتورة. اهلا اهلا، ده إيه النور ده؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ الحمد لله في نعم. اخبار عامل بيه عامل ايه؟ الحمد لله. الايصال بكام؟ ثواني اهو. طب ماشي، ثواني اطلع لك الفلوس. يا نهار ابيض، يا سبحان الله. ايه في ايه؟ تصدق وتؤمن بالله يا استاذ اشرف، لا اله الا الله، لسه واحده زميلتي قافله معايا وكانت بتقولي ان ربنا خلقنا اسباب لبعض. تعرف يا استاذ اشرف، انت لولا انك قابلتني وانا نازله كان زماني راكبه دلوقتي من غير ما يكون معايا ولا مليم، وما كنتش هدي لعمرو فلوس اكله كمان. سبحان الله. طب الحمد لله. ايه حوار الاكل ده العماره كلها متضايقه من حوار اكل بره. كمان الشباب لما بيخرجوا بقوا بيجيبوا اكل من بره. الشباب ايه بس اللي تحب اكل بره يا استاذ اشرف؟ من امتى يعني الرجاله تقدر تقعد اسبوع كامل تاكل اكل من بره بس؟ والله عندك حق. ده هو بس الشغل يعني، دي الشفتات اللي بتخليني ساعات ابات في المستشفى. ده لسه يا البوم حتى قايل لي امبارح اطبخي اي حاجه يا ماما ان شاء الله ملوخيه ورز، اصل اكل البيت وحشني قوي. والله يقطع قلبي يا استاذ اشرف. لا اله الا الله. الناس اللي مش حاسه بالنعمه اللي في ايديها التانيين هيموتوا عليه. والله يا استاذ اشرف، وقطع قلبي انا كمان. يلا خير ان شاء الله، اتفضل. وفجأة سمعنا صوت عم عبد المجيد: عليا الطلاق بالتلاتة. اغزي الشيطان يا عم نجيد. يا شيخة زهقتني في عيشتي انت وبنتك. العمارة كلها نزلت لهم وقعدت تحجز ما بينهم. لا يا عم نجيد اهدى. يا شيخ دي زهقتني. يا عم عبد المجيد اهدى. جرى ايه يا ولاد، في ايه؟ لا، انا ما اتفقتش معاكم على كده. رجعوني لتيتا زينب. انا بقول لكم ايه، رجعوني لتيتا زينب. بقول لك ايه يا لهوي. يا ترى ايه اللي حصل يخلي عم عبد المجيد يتعصب كده؟ ومين هيحل له مشكلته وهيحل مشكلة سكان العمارة؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي حين العنوان. استنونا يوم الجمعة مع المكان ال14 اللي القلم هيروحه.